الوصفة اللي كامل طلبتوها مني وقلتوا لي أم لوجين تجيبي لنا أو من وصفات نتاع الدجاج المحمر مع البطاطا صوتي. اليوم راني لبيت لكم الرغبة تاعكم وجبت لكم هذا الوصفة نتاع الدجاج المحمر في الكيس الشواء مع هذيك البطاطا. والبطاطا هذيك راح تجي صوتي وراح تجي بزاف بنينة، صدقوني بوحدة التتبيلة رائعة. تبعوا معايا الفيديو حتى لتالي وراحين تكتشفوا مراحل هذه الوصفة، وأكيد تكتشفوا أسرار تاع هذه الوصفة وبنة هذه الوصفة. رايحين نبداو بالصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تشوفوا البنات، هنايا أنا كنت موجدة الدجاجة تاعي. الدجاجة تاعي يعني راهي صغيرة ماهيش كبيرة، يعني توزن قيس كيلو ونص ولا 200 أو عفوا أو 2 كيلو غيرش. وهنا حبيباتي وجدت البطاطا، قصيت الطوماطيش وقصيت البصل. وهنا حبيباتي حطيت البول تاعي، راح نحط فيه كمية تاع الخل وكمية تاع الزيت، ودرت فيه مغرفة ونص نتاع المارغرين، ودرت الثوم، وزدت درت كمية نتاع نتاع المطارد، ومغرفة كبيرة نتاع الهريسة. انا نحب ديما الوصفات تاوعي نديرهم الهريسة باش يجوني شوية حارين، وانتم لكم الاختيار. هنا البنات كنت ضفت التوابل، ضفت الكمون، الكزبر، ضفت الكركم، فلفل اسود، وضفت سكنجبير او الزنجبيل كما راكم تشوفوا. هنا زدت ضفت الكمون، وضفت الفلفل الأحمر أو فلفل حمار. أنا خيرت النوع الحار. وحبيباتي راح نزيد نضيف لها توابل الدجاج، وانتم إذا كانت عندكم توابل الشاورما زيدوا ثاني ضيفيهم، راح نعطيو لكم بنة على بنة. أنا المهم هذا هما التوابل اللي كانوا عندي ضفتهم. وكما قلت لكم البنات نزلت كمية ثانية تاع الخل لأنه لقيت الخل تاعي شوية قليل، زدت ضفت شوية. كما راكم تشوفوا البنات خلطت هذيك التتبيله تاعي، وهنايا فصلت اللحم على الجلد كما راكم تشوفوا. وهنا راح نبدا نتبل الدجاجه تاعي كما راكم تشوفوا. هنا من الافضل انكم تتبلوها يعني الصباح وديروها العشيه، او ديروها مثلا تبلوها في الليل، تبيتوها في التوابل تاعها والصباح ديروها. يعني هنا يعني النصيحة اللي عطيتها لكم يعني أفضل وأفضل، يعني اللي تكوني موجدة كامل المراحل تاوعك وتوجديهم يعني قبل بوقت يعني زي 5 سوايع ولا 6 سوايع، وكي تجي ديريها تلقايها شاربة هذو كامل التوابل وراح تجيك بزاف بنينة. أنا كنت درتها يعني غير الصباح، يعني خليتها قيس ساعة وما طولتش معها ثمثم، وبديت نديرها في هذا الساشي نتاع الشواء هذوك اللي يجوا اللي يطيبوا فيهم الدجاج في الفور. كما راكم تشوفوا هزيت الدجاجه تاعي ضفتها في هذا الساشي تاع الفور. وهنايا حبيباتي راح نضيف لها لي طرونش تاع البصل ولي طرونش تاع الطوماطيش، وراح نغلق عليها ونخليها تطيب في الفور. كما راكم تشوفوا البنات هنايا من بعد ما لميت كامل يعني لحت كامل هذيك البصله وهذيك الطوماطيش، اغلقتها. وهنا راح نحطها في هذا المول الزجاجي. انا فضلت اني ندير في هذا المول تاع الزجاج باش نشوف كامل المراحل تاعو، نشوفها يعني كيفها طيب، ونشوف تالمو هذيك راح تخلي لنا يعني كميه تاع لاصوص او هذيك المرق اللي راح يسيل منها. كما على بالكم نوعية تاع الدجاج راح يطلق الماء تاعو هذاك العصارة تاعو، ونتحصلوا على واحد لاصوص بزاف هايلة. فرغت لها كمية تاع الماء ودخلتها للفور الطيب. هنا كما راكم تشوفوا البنات هذيك البطاطا اللي كنت وجدتها، هذيك التتبيله نتاع الدجاج اللي قاعده زدت لها كميه تاع الماء وزدت تبلت فيها هذيك البطاطا. وهنا راح نفرغ كامل في هذا الساشي نتاع الشواء او هذا الساشي نتاع الفرن، يعني اللي يطيب فيها الشوا. زدت ثاني ضفت لها لي طرونش تاع الطوماطيش ولي طرونش تاع البصل، وريحه نغلق عليها. وهنا راح نديرها في هذا السنيوه، هذا الشكل المستطيل، باش يعني انا ندير في الكوشه. يعني الكوشه تاعي يعني ما شاء الله كبيره، يعني حطيت فيها هذو ليمول في زوج يطابوا مع بعضهم. زدت ضفت لها كميه تاع الماء ودخلتهم يطيبوا. هنا حبيباتي من بعد ما طابت الدجاجه تاعنا، شوفوا البنات وراح تشوفوا الكميه نتاع لاصوص اللي راح نحيها من هذه الدجاجه. بعد ما طابت معنا نحيتها
كما راكم تشوفوا، يعني راح تشوفوا كلش بعينيكم. راح نفتح هذيك الصاجيه كما راكم تشوفوا بالمقص، وهنا راح نفرغ هذيك الكميه نتاع لاصوص اللي يعني ساحت من هذيك، او اللي خلاتها هذيك الدجاجه تاعنا. شوفوا البنات الكميه تاع لاصوص، شوفوا ما شاء الله هذيك الكميه تاع لاصوص وتنمو بزاف بنينه. انا البنات راني نسيت نقول لكم تضيفوا الملح في التتبيله نتاع الدجاجه. للاسف ساعه ساعه وننسى. الملح ما تنساوهش. وتنمو ثاني في هذيك البطاطا ثاني كنت ثاني ضفت لها ثاني كميه تاع الملح. شوفوا البنات هنا من بعد ما وجدت معنا هذيك البطاطا تاعنا، حطيت هذيك الدجاجه في صحن التقديم كما راكم تشوفوا مع هذاك الصوص تاعها. وهنايا نحيت هذيك البطاطا راهي طايبه، واش نقول لكم زبده حطيتها كما راكم تشوفوا مع هذا. يعني انا كان عندي الطبسي تاعي ماهوش كبير، يعني من الاحسن اللي تعود عندها طبسي تاعها يكون كبير. راح تدور هذيك البطاطا وتحط هذيك الدجاجه في الوسط. شوفوا البنات كيفاه، يعني كيفاه طابت معنا هذيك البطاطا، طابت ما شاء الله، طابت مزبده ما شاء الله. هنا راح نكمل كامل المرحله تاع البطاطا، راح ندورها بهذه الدجاجه كما راكم تشوفوا البنات. يعني الطريقه راهي سهله. وهنا راح نقفض كامل هذوك، يعني هذاك المول وهذاك الساشي اللي كانت فيها لاصوص اللي فرغتها في هذاك هذيك الغرفيه. شوفوا البنات هذيك لاصوص واش نقول لكم ما شاء الله. فاش كملت فرغتها على هذيك الدجاجه وحطيت هذيك لاصوص تاعي كما راكم تشوفوا في هذيك الغرفيه. وهنا حبيت ندهنها بهذا الشكل بهذاك لاصوص. شوفوا البنات باش تجينا هذيك الدجاجه تاعنا تبري وتعطينا هذاك المنظر الرائع. صدقوني البنات تجي خير من تاع المطاعم وخير من تاع المحلات اللي يديروهم على برا. من الأحسن أنكم ديروا حاجة نظيفة في دياركم خير وخير. هنايا شوفوا البنات بعد ما مسحت كامل هذوك الزوائد وهذاك الفتات اللي طاح من هذاك البطاطا ومن هذاك لاصوص تاع هذا الدجاجة اللي كانت سحتنا على البوطاجي. يعني نظفت كامل. وهنايا شوفوا البنات حطيت لكم الوصفة كما راكم تشوفوا. هذه هي الوصفة تاعنا، وهذه هي دجاجة روطي. كنت قدمتها ثاني مع دوك القريونات نتاع الفلفل هذاك الحار. انا بزاف نشتيه نموت عليه، بالخصوص في السلطة ولا المشاوي كما هكذا نموت عليه. المهم هذه هي الوصفة تاعنا، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتجربوها وتنال رضاكم. ونقول لكم حبيباتي فرجة ممتعة.